السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في خبر عاجل يا جماعة النهاردة عن الفنانة منة شلبي. النهاردة السلطات المصرية قبضت على الفنانة منة شلبي وهي جاية من الولايات المتحدة الأمريكية. لقوا معاها في المطار كمية كبيرة زي ما انتوا شايفين كده من المخدرات، اكياس من المرجوانة، وكمان حطاها في علب زي ما انتوا شايفين، وحاجات كتير جدا، والكمية كانت كبيرة جدا من المخدرات. طبعا كانت مهرباها على هيئة بونبوني او زي ما انتوا شايفين، يعني الحاجات كانت متهربة، وورق بفرة وحاجات زي كده. الكمية كبيرة، ويا ترى احنا مش عارفين هي هتطلع من الموضوع ده ازاي. يا ترى هي بتتعاطى المخدرات دي ولا بتتاجر فيها؟ طبعا هم لسه قابضين عليها النهاردة، لسه التحقيقات ما تمتش. ان شاء الله الايام اللي جايه هنعرف الجديد. بس احنا بنتكلم على ان الموضوع صدمه بالنسبه لنا، لسه طالعين من موضوع شيرين وادمانها للمخدرات، نفوجئ بان في فنانه تانية بالحجم ده. هي فنانه كبيره، ما هياش فنانه صغيره، ويوصل بيها الحال ان هي تتعاطى مخدرات او تتاجر في الكمية دي من المخدرات، الله اعلم. فطبعا ده شيء غير مقبول، و يعني ده واجهة غير مشرفة بالمرة. لكن اللي مقابل الواجهة المشرفة ان السلطات المصرية في المطار ما عندهاش قولة فنانة او فنان او حاجة زي كده. كله بيتفتش، كله بيتفتش تفتيش دقيق جدا وتفتيش ذاتي. ما عندهمش اي حد ابقى من حد. دي برضو واجهة مشرفة بالنسبة لمصر، غير الواجهة المقابلة اللي انتوا شايفينها قدامكم. المخدرات اللي انتوا شايفينها دي كلها، يا ترى منة شلبي هتطلع من الموضوع ده ولا لأ؟ كل ده هنشوفه في الأيام اللي جاية. كان خبر كده سريع، وإن شاء الله هنتابع مع بعض ايه التحقيقات اللي هتتم بالنسبة للكمية كبيرة من المخدرات دي، لان هي مش بتأذي نفسها وبس، هي ممكن تكون بتأذي الآخرين لو هي بتتاجر في المخدرات. اتمنى ان النهاردة الفيديو عجبكم. ما تنسونيش باللايك والشير والاشتراك علشان نشوف الاخبار مع بعض اول باول.